باتنين مهاجمين صراحه، عمرو زكي واحمد جعفر، وادي كره عند احمد حسن ممكن يسدد، لعب الكره جعفر احمد جعفر وقف على الكره، ادي فرصه للزمالك. جعفر بيدور على مين يسند، عند عبد الشافي، لف الكروس حلوه وعدت وجعفر ايراد حظ ولا فدان شطاره، ايراد حظ ولا فدان شطاره مع احمد جعفر. الحظ دائما يبتسم، والحظ بيبتسم للزمالك وهو نازل. قلت الحظ فعلا. احمد جعفر بيسجل التعادل للزمالك بتسديده جميله جدا، هو اللي بدأ الهجمه وهو اللي حاول للهجمه، وقلت قد يندم والتر ميوس على التغيير، وبالفعل احمد جعفر اهي الكوره ادي احمد جعفر سندها كويس جدا. بص عند عبد الشافي، اهي التحضيره، الكروس من عبد الشافي رجعت، واحمد جعفر في المكان المناسب، وعصام محمود صعب يعمل اي حاجه، صعب. يرجع الزمالك للمباراه، ونرجع احنا التانيين نرتب ورقنا ونقول ان مفاجآت الكأس قد تتحقق او لا، ولكن الزمالك في الوقت الحالي هيحتاج